Demonstrative pronouns. عندنا أختين مهمين جدا بيعبروا عن الإشارة. الأخت اسمها this ودي معناها الذي أو التي، والأخت التانية اسمها that ودي معناها ذلك أو تلك، ودول بنستخدمهم يا حلوين لما نيجي نشاور على حاجة واحدة بس. this دي بستخدمها لو بشاور على حاجة قريبة مني، أما أختها that بستخدمها لو بشاور على حاجة بعيدة عني. بطبيعة الحال اللي this و that بيجوا في أول الجملة، ولازم لازم لازم يجي بعديهم as، وبعد as لازم يجي بعديها أو am، وبعد كده لازم يجي singular noun يعني اسم مفرد. تعالوا نشوف المثال ده مع بعض. This is a tree. دي معناها هذه تكون شجرة، معنى كده ان انا بتكلم عن شجرة واحدة بس، وطالما قلت this يبقى معنى كده ان الشجرة دي قريبة مني. تعالوا ناخد كده مثال تاني. That is an apple. That لما شفتها عرفت ان انا بتكلم عن تفاحة واحدة بس، وكمان ان التفاحة دي بعيدة عني. That is an apple. Choose the correct answer. يا ترى هنا هنختار ايه؟ this ولا that is a cat؟ ببص في الصورة كويس واشوف كده يا ترى القطة دي قريبة بالبنوتة ولا لا؟ ايوه برافو، طلعت قريبة منها، يبقى هختار this ونقول this is a cat. يا ترى في الصورة دي هنختار this ولا that is a cat؟ ايوه لازم تبص في الصورة كويس وتعرف يا ترى القطة دي قريبة ولا بعيدة. بالظبط كده بعيدة، يبقى نختار that، يبقى هنقول that is a cat. قولي هنا بقى انت هتختار ايه؟ this ولا that is an apple؟ ايوه البنوتة ماسكة التفاحة بايديها، معنى كده ان apple دي ايه؟ قريبة منها، هنستخدم this. برافو عليك، this is an apple. يا ترى هنا هنختار ايه؟ هنا بيقول لك that، ومفروض ان انت تختار يا اما is يا اما are. an apple. ها ايه اللي بيجي بعد that؟ برافو عليك، اللي بيجي بعد that او this كلمة is. برافو عليك. في السؤال ده بالذات هنبص في الصورة كويس ونختار يا إما this يا إما that مع is a ball. يا ترى الولد ده الكورة دي بعيدة عنه ولا قريبة منه؟ أيوة بعيدة عنه، يبقى أنا هختار that. that is a ball. هنا بقى كاتب لي this ومفروض إن أنا أختار ما بين is و are. a pencil. يا ترى هنختار ايه بعد كلمة this؟ ايوه وانا مغمض عينيا كده لازم يجي بعد this او that verb is اللي هو معناه يكون. هنا كاتب لك تختار يا اما this يا اما that is a table. يا ترى ماما هنا بتشاور على الترابيزة من قريب ولا من بعيد؟ ايوه بتشاور عليها من بعيد، برافو عليك، يبقى هنختار that وكمان هنقول that is a table. هنختار يا اما this يا اما that مع is a car. يا ترى بابا هنا واقف جنب العربية ولا بعيد عن العربية؟ أيوة ده واقف جنبيها على طول، يبقى هنختار this. برافو عليك، وهنقول this is a car. هنا بقى بيقول لك that is a ولا an umbrella. أيوة هنختار يا إما a يا إما an مع كلمة umbrella. هنا الولد بيشاور على الشمسية من بعيد، بس هنا طالب مني يا إما أختار يا a يا an، ولازم نفتكر طبعا الارتكلز أو أدوات النكرة اللي هي الآ الطيبة وآن الشقية. أحطها لك هنا الفيديو بتاعها في الديسكريبشن. ايوه بالظبط كده. هنا بقى عندك كلمه umbrella بادئه بحرف vowel اللي هو الليتر يو، بالتالي هنختار ايه؟ برافو عليك، هنختار ان الشقيه، وبالتالي هنقول that is an umbrella. برافو عليك.